مين زيي أول ما بيسمع صوت الشتا كده يجري على طول على المطبخ ويفكر في شوربة العدس؟ أكيد 50% من المصريين. جبت ربع كيلو عدس، غسلته وصفيته وحطيته في الحلة، وعندي هنا طماطمية واحدة وجزراية وبطاطس وبصل وقرن فلفل حامي، لو ما تحبش الحامي ممكن تحط بارد، مكعب مرقة، وحطيت فصين مستكة وثلاث فصوص حبهان وورقتين غار، وهنحط كمون وكزبرة وفلفل وملح، ويبقى كده شوربة العدس بتاعتنا خلصت. ومية سخنة. انا عارفة ان في ناس بتشوح الخضار وبعدين بتحط العدس. شوربة العدس فيه مليون طريقة لشوربة العدس، وفي اللي بيطشلها بصلة، وفي اللي بيطشلها التومة. فانا هعملها النهاردة بأبسط طريقة خالص. انا كده هحطها بقى على النار، وانا من النوع اللي ما بغطيش شوربة العدس خالص، بسيبها كده مكشوفة لحد ما بتستوي على نار هادية زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا هطفي عليها واعرف ازاي ان هي استوت من البطاطس والجزر. هبدأ بقى ان انا هشيل الحبهان وورق الغار، وبتبقي عارفة عددهم قد ايه. انا حاطة 3 وورقتين، وهبدأ بقى استناها اما تهدى كده، وهبدأ ان انا هضربها في الخلاط. في ناس بتصفيها وفي ناس ما بتصفيهاش. في المرحلة دي بتكوني محمرة شعرية وتحطيها عليها وتاخدها غلوتين لو انت بتحبي الشعرية فيها. وبعد كده بقى بعمل لها الطشة التومة. عندي هنا مكعب زبدة وتومة، وعندي معلقة زيت. ببدأ ان انا احمرهم، مش احمرهم يعني لونهم يبقوا ذهبي كده، وانزل عليهم بمعلقة الكزبرة، وارجع اطشها على العدس زي الملوخية بالظبط. ولو بتحب البصل ممكن تحمري بصل، بس انا عايزاها خفيفة، وممكن تحطي بدل الزبدة سمنة، وممكن تعملي زيت بس. هرجع بقى ان انا اصبها. انا كده عندي معلقه طشه من اللي هي الدقه دي، بحب كده احطها على وش الطبق، بيدي منظر حلو زي ما انتوا شايفين كده. النقط دي اللي هي الطشه بتاعه التومه، ورشك كده حبه شبت عليها ان انا اكسر اللون شويه. ودي كانت ابسط طريقة لشوربة العدس، وبطريقة سهلة وبسيطة، وما بتاخدش معاكي اي وقت، وبتبقى كريمي كده. ولو باتت عندك برضو ما بتتكتلش، لكن لو انت حطيتي شعرية بتبقى مكتلة. طبعا انا مسكت بقى العيش كده، قصيته مكعبات وحمرته في الزيت، وممكن تحمريه في الفرن وجنبه طبق مخلل. تعالوا بقى اما اقول لكم ابني عمل ايه. جاب صينية وحط العيش وحط العدس فوقها. ده عمل فتة العدس. كل واحد بقى بيبقى على حسب هو بياكلها ازاي. وزي ما قلت لكم فيها طريقة كتير لشوربة العدس، ممكن تعملها ببصل، شعرية، بأي طريقة. يا رب الفيديو يعجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.